حسبي الله ونعم الوكيل في سلفتي. سلفتي ممررة عليا عيشتي، سلفتي ممررة عليا حياتي، سلفتي عاملالي مشاكل. آه على طول حاولت ان انا يعني اول ما اخش اكسبها في صفي، ان انا اكلمها، ان انا اقرب منها. رفضت تماما. كل ما اعمل معاها حاجة حلوة تتقلب عليا شر. مش عارفة في ايه. حاولت بقدر الامكان ان انا اقرب منها كام سنة. لو قربت منها مرة تبعدنا مرات كتير. ما تبقاش صافية ليا. انا مش عارفة انا عملت معاها ايه في حياتي، او حصل مني ايه، او صدر مني ايه بحيث ان هي تتجاهلني كده، او ان هي تعاملني كده، او تعاملني اسوأ معاملة، دايما تعمل مشاكل. دايما توقع ما بيني وما بين اي حد بكلمه. دايما لما تلاقينا كويسين مع حد تحاول ان هي تخش من تحت لتحت، او من بعيد ان هي تبوظ يعني العلاقة دي، او تدمر العلاقة. حاولت كتير ان انا اكسبها، معرفتش اكسب عيالها، معرفتش ان انا اقرب منها. رافضة مبدأ ان انا اقرب منها. كل ما اقول لها انتي ليه مش بتتعاملي معايا، ليه مش بتقربي مني، تقولي وانا اقرب منك ليه؟ ايوه ازيك، اهلا وسهلا. طيب نتكلم، نقرب من بعض، نزعل من بعض، نتصالح، تقولي مفيش الكلام ده. حاولت معاها كتير كتير بقدر الامكان. لا، دي مشكلة. مشكلة واحدة كانت كاتباها لي على الخاص، وقالت لي بالله عليكي احكي مشكلتي، لان انا فاض بيا. انا بقالي 9 سنين متجوزة في بيت عيلة، واخدين بالكم، في بيت العيلة. انا ما عنديش حما، وما عنديش يعني لا اب ولا ام اللي هو حما. مامة جوزي او بابا جوزي. اللي موجود كله ولدين وبنت. بنت متجوزة وموجودة في قلب البيت، وولدين صبيان، وانا التالتة بتاعتهم، يعني انا متجوزة التالت. انا يعتبر الاخرانية. سلفتي ليا سلفة مش موجودة في البيت. متجوزة بس مش موجودة، مسافرة برا مع جوزها. ليا سلفة تانية قاعدة، سلفة كبيرة اللي هي مرات الكبير، السلفة العقربة زي ما بيقولوا، او زي ما هي بتقول، مع ان كتير جدا في سلايف حلوة قوي 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 اكتر من الاخوات والله. فانا يعني مش عارفة ليه بتبقى النفسانة دي. المهم هي بتحكي وبتقول ان انا اول ما اتجوزت هي اللي موجودة معايا في نفس البيت، بحاول ان انا اقرب منها، لأ. بتحاول ان هي تتجاهلني. دايما هي اكبر مني ب12 سنة او ب11 سنة، في الحدود دي. بتحاول ان هي دايما، لا، ان هي شايفة نفسها مرات الكبير، ان ما ينفعش هي اللي عايزة تمشي البيت بمزاجها، عايزة يحصل اي مشكلة ما بيني وما بين جوزي اطلع جري ان انا احكيها لها، او ان انا اقول لها عليها، او اقول لها الحقيني ده حصل كده او حصل كده. عايزة دايما تعرف اسراري. عندها غل من ناحيتي بطريقة كبيرة جدا جدا. بتبقى شاغلة بالها بيا قوي في كل حاجة وفي كل تفاصيل حياتي، وتعمل نفسها ان هي ولا شايفاني. آه، تتكلم عليا بره، بعرف بالصدفة ان هي بتتكلم عليا بره. حصلت مشاكل كتير جدا جدا في بيت العيلة. ما بين، يعني انا ما فيش حد غيرها هي. ما بيني وما بين اخت جوزي دايما توقعنا في بعض. دايما اخت جوزي بتتحيز لها لان هي مرات الكبير، بتخاف منها. بتحاول ان هي تراضيها بقدر الامكان، حتى لو عامله معايا حاجه وحشه او موقف وحش ما بتشوفهوش، دايما تشوف اللي انا عملته او رد فعل انا، مع ان انا ما كنتش بعمل اي حاجه خالص. انا كنت بكلمهم دايما وكل خير، وبحسن ليهم دايما، وبحاول ان انا اقرب منهم وان انا اكلمهم. هي ابدا، هي كانت رافضه مبدأ اصلا جوازي. آه، يعني انا مش عارفه ليه. كانت ليه دايما شايفاني ان انا، لا، انا يعني مش عايزة تقرب مني حتى. المهم حصلت مشاكل كتير جدا جدا، لدرجة ان الاخوات ما بقوش اخوات، وقطعوا بعض، وما بقوش يتكلموا مع بعض، بقوا في بيت واحد ويسلموا على بعض ما بيسلموش. يشوفوا بعض من بعيد، يحاول ده ما يشوفش ده، او يحاول ان ده يعمل نفسه مش شايف ده، وهكذا. لدرجة ان هي وصلت بيها ان مالت جوزها، وبقت من كتر، يعني هما بيقولوا الزن على الودان أمر من السحر، من كتر المشاحنات اللي هي بتقعد تشحن فيه، خلت الاخوات يخسروا بعض، يكرهوا بعض، يقفوا لبعض، ومسكوا في بعض. يعني حصل مواضيع كتير جدا جدا جدا. تبقى يعني مثلا تكب مية عندها، المية تنزل عند سلفتها، الشقة بتاعتها. بتقول ان هي يعني استجارت ياما، كل ما تتكلم تقول لها لا اصل ما كبتش، لا ده عيال، لا مش عارفة ايه.
آه، طالعة حد يقفل في وشها الباب، نازلة حد يرزع الباب. دايما تلقيح، دايما كلام مش كويس. يعني بتقولك انا مش عارفة اعمل ايه، انا بقالي 9 سنين لحد ما زهقت وقرفت. انا فكرت كذا مرة ان انا اقفل شقتي وان انا اعيش برا، بس للأسف السكن دلوقتي غالي ومرمطة العفشي ومرمطة يعني بهدلة العفشي وان انا هنقل من سكن لسكن وانا عندي مثلا يعني شقة جوزي او بيت جوزي. انا مش عارفة لدرجة ان انا نفسيا تعبت، حصلت مواقف كتير جدا، كرهت شقتي، كرهت دنيتي. آه، ماديا مش مقتدرة قوي في الظروف دي ان هي توفر 2000 جنيه كسكن. يعني مش عارفة تعمل ايه، مش عارفة تتعامل معاه ازاي. انا طبعا كل الموضوع ده مش عاجبني. طبعا مش كل بيت العيلة كده، في بيوت عيلة كويسين، بس يعني ما خافية كان اعظم. ما تعرفيش برضو يعني انتي، انا من رأيي بقولها ان انتي تفرحي ان هي غيرانة منك، ان هي دايما العين بتكره اللي احسن منها. دايما ان انتي قربتي كتير وعملتي مواقف كتير مثلا حلوة او حاولتي تقربي منها. اه يا بنات، بتقول كمان ان هي في مرة جابت لها هدية وطلعت اديتها لها، وكون يعني وكلمتها وان هي قالت لها كل سنه وانت طيبه او كده، وتقبلي الهديه دي انا جايباها لك. وبحيث بتقولك يعني زي ما النبي قال تهادوا تحب، وقالت لك احاول اقرب منها بهديه لطيفه، بهديه حلوه. ما رضتش ابدا وقالت لها لا انا مش باخد هدايا من حد، وانتي اولى بيها ومعلش وبقت محروجه وتقول لها يعني انتي هتحرجيني، يعني انتي مش عارفه ايه. لا لا معلش والله، اصل انا ما باخدش اي هدايا. ومعلش انتي اولى بيها ومش اولى بيها، واتحجت لها بكده. والمهم ما خدتش منها هدية ورفضت. فهي بتقولي انا مش عارفة اعمل ايه، انا بعمل كده ماليش مصلحة معاه، انا عايزة اعيش في هدوء، وعايزة ان الدنيا تبقى هادية، وان راحتي ابقى الاقي راحتي نفسية، ما بقاش نازلة او طالعة مضطهدة، حد يرزع الباب، كل ده حرق الدم، والدنيا مش مستاهل على كده. انا مش عارفة اعمل ايه، اكتبوا لها في الكومنت.